السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي ندير معكم لي كيش بثلاثه ديال الحشوات اللي هما ساهلين واقتصاديين في نفس الوقت كيجيو لذاذين البنات. نتمنى هذا الفيديو يعطينا الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم ما تبخلوش على الاصدقاء ديالكم بالبارطاج والعائله. وبالنسبه للناس اللي عجبهم الفيديو ما ينساوش يشتركوا وهكا يديروا واحد اللايك للفيديو اكيد، وهكا باش كنتعاون وكتشجعوني حتى انا انني نزيد نحط فيديوهات صراحه. خصوصا الفيديو الاخر اللي كنت حطيت صراحه ما كيشجعش على انني نزيد نستمر ونحط لكم فيديوهات، بما ان بزاف ديال المتتبعات الوفيات كيصيفطوا ليا فين غبرتي، فداكشي علاش قلت نحط معكم هذا الفيديو هذا، وان شاء الله يا ربي يعجبكم وما تبخلوش عليا كيف ما قلت لكم بواحد اللايك باش هكا يوصل لعدد كبير ديال الناس. خصوصا ان القناه عندها 37 الف مشترك، قولوا 38 علين 38 الف مشترك وما كاينش تفاعل نهائيا. فنتمنى ان الناس اللي كيتفرجوا هاد 100 اللي كيتفرجوا اولا 200 اولا 300 اولا 500 كلهم يديروا لايك باش هكا كيوصل لاكبر عدد ديال الناس. فما غادي تخسروا والو، بالعكس راه كيفاش نقول لكم من طيبه قلبكم انكم ديروا واحد اللايك باش هكا كيوصل اكبر عدد ديال الناس، وخصوصا انكم كتستافدوا وكتفيدوا. فالانسان الا كان كيستافد ضروري من انه يفيد، وشكرا لكم بزاف. واكيد انا ما نبخلش عليكم باي حاجه كنعرفها او اي حاجه كنديرها كنعطيها لكم من قلبي، ونتمنى انها توصل لكم. وهكا المهم خديت واحد شويه ديال الوقت باش نهضر معكم. يعني كيف ما شفتوا معايا البنات خديت انا لي زيبينا اول حشوه اللي كيحمقوا عليها وليداتي بزاف وكتعجبني حتى انا الحشوه ديال لي زيبينا. لي زيبينا دفهم بشويه بشويه باش هكا ما كيكحالوش ليكم. هذا سر من الاسرار ديال لي زيبينا باش كيبقاو لكم خضر وكيبقى اللون ديالهم زوين. درت الزبده شويه ديال الزيت وخليتها تتشحر مزيان، وبديت كنضيف بشويه بشويه. مشيتوا معايا درت الملحه اللي بزار وصافي 2 معالق ديال الجبن، وغادي نخلي هذه الحشوه ديالي تبرد وندوز للحشوه الثانيه. فبالنسبه للحشوه الثانيه غادي ندير فيها الزيت. غادي ندير هنايا شحرت واحد البصيله صغيره، وغادي ندير شويه ديال الدجاج. هنايا هاد اللي كيش هادو كنت خديتهم لكم، كنت درتهم لكم تقريبا شي 3 سنين وقيله ملي حليت القناه. فكنت وجدتهم معكم كيجيو ولذاذين البنات غزالين. انا ما لقيتش داك المقطع، المهم خديته من الفيديو اللي قبل. هنايا البصله خديت البصله شحرتها مزيان، الدجاج وبديت كنشحر فيه توابل مليحه والابزار وصافي. من بعد ما كيتشحر ليا مزيان وكيطيب صافي كنزيد عليه صلصه الصوجا. هاد الحشوه هادي كنت صراحه درتها غير من درتي راسي وكانت جات رائعه بزاف. هذا هو الفيديو اللي كنت قلت لكم عمرت به هذاك لي كيش الصغار بالعجينه ديال الرغايف. غادي نخلي لكم رابط ديالو اسفل الفيديو الناس اللي بغاو يشوفوه. المهم بنتي راه هي كتهضر معايا هي كتسجل الفيديو. انا خديت نفس اللي بالكروفيت. هنايا خديت الكروفيت شويه ديال الزيت وشحرتهم في هاد المقيله هذه مزيان حتى كيتشحر. زدت ليه شويه المليحه شويه العطريه ديال الحوت وصافي خليته حتى تشحر مزيان في هذيك المقيله. ومن بعد هنايا الحشوات ديالي واجدين كيف ما شفتوا معايا. وهنايا كيف ما شفتوا معايا كلشي وجدته حدايا. عندي هنايا بصيله، عندي هذاك العويدات ديال البصله اللي خضر حتى هما زدتهم شحرتهم مع شويه الملحه شويه ديال البصار كيعطيو مذاق زوين بزاف في الحشوات، وكذلك في هكا في اي حاجه بغيتو ديروه فيها فكيعطي مذاق زوين. عندي هنايا لي زيبينار اللي شحرت، عندي الدجاج، عندي هذا الكروفيت، وعندي الفرماج حمر حكيته، وعندي هنايا واحد الياغورت مسوس 3 ديال البيضات، والفرماج هذا الابيض هذا ديال بيم هو اللي غادي ندير في الاخير. وعندي هاد لي فون ديال الكيش عندي واجدين. غادي ناخذ هاد الحشوات ديالي وغادي نديرهم هكا في لي فون ديال الكيش كيف ما شفتوا وجدتهم هنايا في الطاوه. كيف ما لاحظتوا معايا لي فون ديال الكيش كيبقاو غزالين بزاف ما كيتهرسوش وفي نفس الوقت كيجيو هشاشين البنات. غادي تشوفوا معايا في الاخير راه كيجيو مورقين هشاشين، لا بالنسبه ديال الزبده ولا بالنسبه للشكل الاخر ديال الزيت. فانا كنت احتفظت بهم هكا في المجمد، ومن احتاجيتهم راني جبتهم كيف ما شفتوا. غادي نعمرهم. هنايا غادي ندير هاد الدوائر هادو العاديين غادي نديرهم بالكروفيت والفرماج كيف ما شفتوا الفرماج الابيض. هنايا الحشوات كديروا اللي كيعجبكم واللي كترتاحوا فيه. اي واحد كتعجبو شي حاجه يديرها. هنايا غادي نزيد عليهم واحد شويه د البصيله مشحره مع هاد الكروفيت هذا.
فكيعطي مذاق غزال. البنات جربوا هاد الحشوات كيجيو غزالين بزاف وكيف ما قلت لكم ساهلين. هنايا الحشوه الثانيه غادي ناخذ لي فون ديال الكيش الاخرين كيف ما شفتوا الشكل الثاني. غادي ندير له الدجاج اللي مشحر مع البصله. هاد الحشوه هادي الا درتوها بلاصوص بيشاميل كيف ما درت معكم في الفيديو الاخر، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو، كتجي غزاله البنات. كديروا صلصه البيشاميل وكديروا فوق منها الفرماج. هذه وصفه مبتكره صراحه من عندي وكتجي غزاله. هاد الكيش هادو بالطريقه كيجيو فنين. نتمنى انكم تجربوهم كيجيو رائعين بزاف. والشكل الثالث كيف ما شفتوا عمرته بلي زيبينار. كنوزع عليه هكا لي زيبينار وكنخلي واحد شويه باش غادي ندير لاباغي كيش وغادي ندير شويه ديال الفرماج. كيف ما شفتوا كلهم درت لهم فرماج بيض باش هكا كيعطيهم واحد التعليكه اللي غزاله بزاف. وخديت هنايا البول ديالي درت فيه 3 ديال البيضات. غادي ناخذ واحد الياغورت مسوس غادي نضيفو ومن بعد وغادي نضيف واحد المعلقه ديال النشا او لا معلقه ديال الدقيق اللي عندكم استعملوه. صافي هنايا غادي ناخذ المليحه غادي ندير الملحه. غادي ندير شويه ديال الابزار الا عندكم الكوزه ضيفوها كتعطي حتى هي مذاق غزال. انا ما بقاتش ليا سالات ليا ما درتهاش. هنايا غادي ندير شويه البزار شويه ديال الملحه كيف ما قلت لكم. غادي نحرك مزيان ومن بعد غادي نضيف هذاك كاس ديال الحليب. كيف ما شفتوا معايا نص كاس بقياس كاس العنبه. انا ضفت نص كاس نتوما عبروا هكا بهذاك الكاس ديال الياغورت. صافي هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الفرماج. انا كنديرو هكا مع لاباغي من الاول ومن بعد غادي نزيد شويه في الاخر. صافي هنا كنحرك هاد المكونات مزيان حتى كنخلط هذاك البيض مزيان ومن بعد كنخوي لاباغي ديالي على لي فون ديال الكيش كيف ما شفتوا معايا على الحشوه ديالي. فكتجي بهذا الشكل هذا كيجيو غزالين البنات. نتمنى انكم تجربوهم. صافي هنايا غنخوي هذاك الكميه كامله اللي عندي. هنايا شاط ليا منها تقريبا شويه ولكن راه ما عمرتهمش بزاف. انا ما بغيتهمش يفيضوا ليا بزاف او لا يتنفخوا بزاف. بغيتهم غير القياس ديالهم كيف ما شفتوا. الا بغيتوهم يجيوكم منفوخين بزاف عمروا مزيان لي فون ديالكم. صافي هنا غادي ندخلهم الفران وبعد ما طابوا هذا هو الشكل ديالهم كيف ما شفتوا معايا وتحمروا. هنايا خليتهم حتى بردوا البنات وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما زينتهم حطيتهم بهذا الشكل هذا كيف ما لاحظتوا معايا كيجيو غزالين بزاف. بالنسبه لهذوك ديال الكروفيت ولا بالنسبه ديال الدجاج حتى ديال لي زيبينار اي واحد كتعجبو شي حشوه في الدار فكياخذها. نتمنى انكم تشجعوني باش هكا ان شاء الله نحط معكم حشوات اللي هما اقتصاديين وفي نفس الوقت كيجيو غلدادين بزاف وغزالين البنات. فنتمنى هذا الفيديو هذا يكون الاعجاب ديالكم وغتشوفوا معايا لاباط كيفاش كتجي مقرمشه كتجي غزاله بزاف. وما تنساوش ديروا لي واحد لايك مجرد تشجيع هكا باش ان شاء الله نستمر ونزيد معكم. صراحه كنلقى صعوبة أنني نصور خصوصا مع رمضان والصيام وزيد عليها حتى التربية فكتجي شوية القضية قاصحة. ولكن واخا هكا كنقول ما نغبرش عليكم ونحط المتتبعات ديالي الوفيات الغزالات اللي كيخليو لي تعاليق زوينه شكرا لهم بزاف وكيخليو لي سكينه غبرتي عنا توحشناك. فتا انا توحشتكم بزاف وما كرهت انا نحط معكم دائما لي فيديو ولكن لضيق الوقت وفي نفس الوقت حتى تشجيع ما كيكونش. وهانتوما كيف ما كتشوفوا لاباط راه هنايا بديت كنوريها لكم كيف ما كتشوفوا كتجي مورقه هشيشه بزاف وكتجي غزاله. فنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وكيف ما قلت لكم ما تبخلوش بهكا حتى بالاجر كتربحوا اجر ملي كتعاونوا واحد المحتوى اللي هو نقي وزوين وكتستافدوا منه انه يزيد يتعرف. فشكرا لكم بزاف شكرا الناس اللي كيشجعوا القناه. فهذا فضل منكم ومن طيبة قلبكم. شكرا لكم بزاف ونتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعة وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.